السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض احلى واجمل روتين، بجد بحب الروتين ده قوي. روتين استقبال رمضان. هننظف مع بعض المطبخ وهنعمل حاجات حلوة كتير. اول حاجة كده نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا كده دخلت، لقيت التسريحة بتاعتي متبهدلة، فقلت اغسلها كده معاكم، انضفها كده واروق عليها قبل ما ندخل على المطبخ. مسكت كده الحاجات بتاعة التسريحة وركنتها، ومسكت المفرش كده غسلته غسلة كويسة وهنشره معاكم برضو. لما بتغسليه بيرجع جديد كده ويلمع زي الأول، فلازم كل فترة كده تمسكي المفرش بتاع التسريحة بتاعتك وتنضفيه كده وتغسليه غسلة كويسة. نشرناه طبعا بالشكل ده، نسيبه بقى يتشمس كده عبال ما نمسح ايه التسريحة. شايفين الأتربة متبهدلة قوي. حبيت انضف كده معاكم تنظيفات رمضان علشان ايه؟ ما تكسلوش وما يبقاش لكم عذر. اهو جايبه لكم فيديو كده، بصي هتطلعي من الفيديو ده انا واثقه. هتطلعي من الفيديو من هنا هتروحي تقلبي البيت كله على بعضه بجد، عشان مليان طاقه ايجابيه ونشاط وحاجه حلوه قوي. زي ما انتم شايفين كده مسكنا التسريحه بتاعتنا والتربو كده، او بنرتب فيه الحاجات يعني، مسحناه برضو. وهنمسح بقى ايه ملمع الازاز، هنمسح كويس قوي. انا بحب التسريحه تكون مترتبه وممسوحه كده. فقلت امسحها معاكم عشان لعل وعسى حد يستفاد يعني. طبعا جبنا المفرش كده بعد ما نشف وبقى كويس قوي. شايفين اللون بجد بقى تحفه. وهنرص بقى الحاجه بتاعتنا كده بروقان وحاجه جميله قوي بجد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، والله بجد انا مبسوطه قوي بدخلة رمضان. بحب أيام رمضان جدا جدا جدا. فاللهم بلغنا رمضان واحنا في أحسن حال بإذن الله. طبعا كده بعد ما خلصنا كده التسريحة دخلنا على المطبخ. بصوا يا اختي، بصوت هنا علشان بقول الحمد لله ان محدش شاف المنظر بتاع الدرج كده، او المطبخ مليان مواعين واتبهدل قوي. فكويس انه محدش شافه، على اساس ان انا مش هنزل الفيديو يعني. فطبعا هنا هطلع كده المواعين كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هطلع بقى الدنيا متبهدله خالص خالص. فطبعا لازم نروق كده المطبخ بتاعنا. فهنبدأ ايه بالمواعين الاول والارفف والادراج، نروقها قبل الارضية والحيطان. زي ما انتوا شايفين كده الواحد يبدأ حاجة حاجة علشان ما تتقلش عليه يعني. طبعا احنا ستات بيوت شاطرة قوي، مش بنستنى ان احنا العيد عشان ننظف بيتنا على العيد. احنا مش بنستنى عشان رمضان، احنا لا، احنا بنجهز مثلا ايه، المطبخ بتاعنا يكون متروق، يكون نظيف، يكون كل حاجة جاهزة علشان لما يكون عندنا عزومة، عندنا ضيوف، ما نبقاش ملخومين وزنقين نفسنا. هنبقى رمضان يعني صوم، يعني عبادة، يعني قراءة قرآن. كفاية بس لما يبقى عندنا عزومة ان احنا نقعد نعمل عزومة كده. مش هنبقى بقى نروق في المطبخ عشان عندنا عزومة ونغسل مش عارفة ايه عشان عندنا عزومة، لأ. فاحنا نعمل كده علشان نكون فاضيين لرمضان، ان نفضي نفسنا كده لقراءة القرآن والصلاة والتراويح والجمال ده كله. ربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في احسن حال. طبعا كده روقت الضلفة الأولانية. حطيت فيها البلاستيك، قلت هحط البلاستيك بس في ضلفة واحدة. وزي ما انتوا شايفين كده همسك برضو الضلفة دي كان فيها حلتين سلستين، فهروقهم كده برضو. همسح همسح الأرضية زي ما انتوا شايفين كده. أنا طبعا بمسحها كده بفوطة ناشفة، بشيل لو فيه ترابة أو حاجة، وبعد كده فوطة مبلولة وامسح الأرضية كده والسيراميك لو في أي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هنرص بقى الحلل بتاعتنا بعد ما روقنا كده المكان بتاعنا. هنحط بقى الحلل الألمونيا وفي كده كام حاجة سلستين هنحطهم مع بعض. طبعا بتسهل علينا قوي الحاجة دي، ان احنا نحط الحلل بتاعتنا في درج والبلاستيك في درج تاني. وبس كده. وبعد كده مسكنا ايه بقى المكنسة بتاعتنا، نكنس المطبخ كويس قوي.
من اي تراب اي حاجة. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك واشتراك في القناة لو مشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا بعد ما كنسنا هنمسك كده بالاسبونجة، نبلها يعني، ونحط عليها نقطة من البريل، ونغسل بقى المطبخ ذات نفسه زي ما انتوا شايفين كده. نغسله غسلة كويسة قوي قوي، عشان طبعا اي حاجة بتقف عليه، دبانة بتقف عليه او كده، فطبعا مش ما بيبقاش لطيف قوي. فلازم نغسله عشان يدينا اللمعة الحلوة، لان احنا المطبخ بتاعنا فاتح، فلازم نغسله. وبعدين زي ما قلت لكم احنا عملنا تنظيف عميق، فلازم ما ننساش اي حاجة خالص. هنغسله غسلة كويسة قوي بالاسبونشة كده والرغاوي. كل الضلف كلها نغسلها، والمقابض بتاعتها برضو زي ما انتوا شايفين كده. نغسله كله غسلة جامدة قوي. انا طبعا غسلت برضو الارفف اللي فوق، الضلف سوري اللي فوق، بس طبعا ما صورتهاش معاكم. علشان طبعا انا بس حبيت اوريكم الفكرة ان انا بغسلهم لازم، علشان طبعا ما ننساش طبعا المطبخ خالص. طبعا المطبخ ذات نفسه قبل الحيطان وقبل اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما غسلنا هنعمله كده بالمية. طبعا شدينا كده البوتاجاز والانجاز، لقيت ورا البوتاجاز كمية دهون رهيبة. طبعا بكل سهولة كده بتطلع بالسكينة. طبعا السكينة دي قلت لكم قبل كده ان انا مخليها للحاجة اللي زي كده. قبل كده نضفت بيها طاسة الآلية. لو ما شفتيش فيديو الطاسة الآلية، بجد كان فيديو جميل قوي، عجبني قوي، وناس كتير استفادت منه. لو ما شفتيهوش ارجعي كده في القناة وانت هتلاقيه. طبعا شلنا كده بالسكينة زي ما انتوا كنتوا زي ما شفتوا كده، وبتشال معانا بكل سهولة. وهنا بقى شدينا كده الفرن، ففي جنب الفرن كده كمية دهون فظيعة. طبعا انا من الناس ان انا هنضف خلاص، هنضف بعمق كده واتقان، مش هعمل اي حاجة والسلام، اي حاجة وخلاص. لا، لازم مادام مديت ايدي لازم اعمل الحاجة باتقان يعني. مسكت كده البخاخ. انا البخاخ ده اول مرة اجربه، فجبته علشان كمية الدهون اللي جنب الفرن، شايفة من جنب الفرن قد ايه، عشان بيبقى جنب الحيطة قوي لازق في الحيطة، فكمية دهون فظيعة. فبخيت عليها بالبخاخ ده. طبعا يا جماعة لازم نصرف ونكلف، يعني احنا داخلين على رمضان، شهر كريم، كل سنة وانتم طيبين يا رب. وبعد ما سبته كده 5 دقايق بعد ما بخين عليه بالسلكة كده الخشنة، وبدأت أغسل. طلع الحمد لله بسهولة كده، وما ما خدش يعني وقت خالص. وبجد رجعت مراية مراية يعني. أنا كل ما أعدي كده من جنب المطبخ أحس إن المطبخ يقولي تعالي تعالي شوفي الحلاوة والجمال ده. فانتي كمان لازم تخلي المطبخ بتاعك يناديلك من كتر الحلاوة بتاعته. طبعا كده بعد ما غسلنا بالسلكة كويس قوي، هنمسك كده كاتل، يكون كاتل كده مليان مية سخنة بتغلي، وهنكبها كده على الحيطة زي ما انتوا شايفين كده. بتنزل، شايفين الاصفرار والدهون بتنزل ازاي؟ تنزل بكل سهولة. لازم مية سخنة، عشان انتي لو غسلتيها بمية باردة هتبقى شابكة برضو، هتبقى شابكة في الحيطة. فلازم نستخدم مية سخنة بالشكل ده. وهنمسك بقى المكنسة بتاعتنا كده. المكنسة دي انا مخصصاها لغسل السيراميك. بستخدمها لغسل بيتي يعني بالسيراميك كده، وبرضه هستخدمها للمطبخ. بجد بتنفعني جدا. احنا غسل عميق يا جماعة، فلازم كده تعملي بإتقان. بالشكل ده هغسل بقى الحيطة كويس قوي. وجبت هنا ايه، مليت الجردل بتاعي كده مية كده برغاوي. بجد انا اللي بينعشني الرغاوي والريحة الحلوة. فالجردل ده حطيت فيه ديتول وداوني وبريل من اللي هو سائل المواعين ده عادي. نضف معايا وخلى السيراميك يلمع يا جماعة، والريحة كانت تحفة تحفة. مسكت بقى كده بعد ما شلنا الدهون طبعا هنمسك كده بالمكنسة وهنغسل الحيطان كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا ماشية معاكم واحدة واحدة عشان تشوفوا معايا وتشجعوا معايا كده. بجد انا من كتر النظافة والحلاوة اللي في الفيديو يا جماعة انا عايزة امسك المطبخ اغسله تاني. بجد تحفة. زي ما انتوا شايفين كده هغسل بقى طبعا الارضيات والحيطان كويس قوي. وما ننساش برضو البوتاجاز، الجنب بتاع البوتاجاز كده نغسله برضو.
بصوا كل حتة هنغسلها ونوصل ليها الرغاوي والحاجات الحلوة، عشان ده عشان يبقى حاجة عميقة ما نحتاجش ان احنا نقعد نعمل فيه تاني، يقعد معانا فترة. بصوا هنغسل برضو البوتاجاز بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انزلوا وصلوا بينا علشان يكون ليكم الثواب انا وانتوا بإذن الله. هنغسل طبعا برضو الأرضية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنغسلها مش هنسيب حتة ما فيهاش، ما وصلهاش صابون من الحيطة ومن الأرضية. بجد انتوا مش مصدقين يا جماعة ومش متخيلين كمية النظافة والحلاوة اللي بقت في المطبخ، بيلمع بيلمع يعني. هنا برضو بقى تغسل. بصوا، والمية برضو لسه فيها رغاوي وحلوة، علشان طبعا الدوني والديتول والبريل كله بيدي رغوة وريحة حلوة قوي. بصوا انا جبت لكم من كل الزوايا علشان تشوفوا معايا انا بغسله ازاي. انا بحبش الفتالة خالص، الفتالة بتخيم الارضية وما بتخليهاش تلمع والله لحد دلوقتي. يعني انا عاملة التنظيف ده من اول امبارح ممكن، فبصوا يعني اللمعان لسه موجود فيه. انما لو انتي استخدمت الفتالة، الفتالة بتاعتك هتخيم الارضية كده ومش هتديكي النظافة والحلاوة بتاعت اللي انت هتشوفيها دلوقتي. بصي لازم تكنسي كده، تغسلي كده بالمكنسة بتاعتك، مكنسة قديمة يعني. وبصي بقى هنكب بعد ما غسلنا كده هنكب مية، نكب مية كده، جرد المية مليان، وهنمسك المساحة بتاعتنا ونشد كده المية، وعشان ايه اللمعان يبقى موجود. ما تستخدميش نصيحة، ما تستخدميش الفتالة، الأرضية الفتالة بتخلي بتخيم. الأرضية بتاعتك مخيمة كده ومش حلوة خالص، ما بتديكيش اللمعة. بصوا هنصفي طبعا المية دي كويس قوي، ما نخليش المية بصابون دي نشيلها خالص. هنمسك بقى مية فاضية خالص برضو هنكب مرة كمان. بجد انا بنتعش لما بكب بالمية كده. مين زي كده بينتعش في الحلاوة والجمال ده كله، ان انا استخدم المية بس ما استخدمش الفتالة. بجد بيديكي لمعان كويس قوي، والمطبخ بتاعك بيكون بصي بيبرق. جربيها وهتدعيلي بإذن الله. طبعا هنا بقى كده بعد ما خلصنا الجمال والحلاوة واللمعان بدأ كده. هرجع بقى البوتاجاز بتاعنا مكانه. انا كنت عايزة اغير مكان البوتاجاز كده، وبعد كده ايه ما قلت لا خليه زي ما هو لحد لما ابقى افكر كده احطه في مكان تاني. فاقترح عليا كده احطه، اسيبه زي ما هو ولا احطه في مكان تاني. بس كده. وبعد ما خلصنا كده القمر والعظمة دي كلها، بجد تحفة، والمطبخ بقى بيلمع وجميل قوي. ده المخلل بتاعنا جميل قوي اللي خللناه مع بعض. لو ما شفتش فيديو تخليل المخلل، ارجعي كده بالقناة وانت هتلاقيه. واللمعان بقى والحلاوة دي كلها، وبس كده. والعظمة دي لازم لازم، انا واثقة يا جماعة ان انتوا تطلعوا من الفيديو ده هتقلبي المطبخ كده على بعضه، عشان احنا داخلين على رمضان، لازم المطبخ بتاعنا يكون نظيف. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. ولازم كده نكون شاطرين كده في بيتنا، والمطبخ بتاعنا يكون نظيف. بص بقى حبيت اصوره لكم كده عشان تشوفوا النظافة واللمعان، بجد بيبرق كده جميل قوي. وبس طبعا بعد ما خلصنا ما ننساش طبعا نهتم بنفسنا. عملت كوباية قهوة كده. بعد ما شربت كده لقيت طبعا انت بعد ما تغسلي المطبخ وكده وهتستخدمي منظفات ومية والكلام ده كله، هتلاقي ايديكي متبهدلة. فما ننساش طبعا الاهتمام بنفسنا. هنمسك كده شوية البن اللي بعد ما شربنا يعني القهوة، ونغسل بيه ايدينا، بيديكي بياض وحلاوة يا جماعة وطريان كده. بجد تحفة، هيودي ايدك كده في حتة تانية. وبس كده، ما بخلتش عليكم بقى بالحركة والحلاوة دي كلها. فما تبخلوش عليا بقى باللايك والاشتراك في القناة لو مشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم النوع ده من الفيديوهات قولولي واعمل لكم منه كتير. وبحبكم في الله واقول لكم سلام.